السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. الأيام دي يا رب تكون أيام كويسة علينا بفضل الله عز وجل، وربنا يستر علينا دايما وعلى الأمة العربية والأمة الإسلامية، وتكون أيام خير علينا بفضل الله. فص البرسيم يا جماعة حلو وكويس وجميل ما شاء الله، بيشتغل معاك وبيشغل الكرش معاك 10 على 10 وحلو وجميل بفضل الله ان شاء الله باذن الله يعني. واللهم صل على سيدنا النبي. لو طبعا العود البرسيم يا جماعه لما يبقى ناشف يبقى حلو، برسيم الحجاز لما يبقى ناشف اول ما بتشد كده الورقه والخير كله بينزل من العود. عشان كده يا جماعه انا بفضل البرسيم يكون بخيره. اسال واكتب وابحث عند العلماء والدكاتره والناس المتخصصه في فوائد ان العود يجي سليم. هتعرف ان الافضل ان تجيب شوف الخير كله، شايف الورق اللي بيقع ده كله هو ده الخير اللي بيطلع من العود البرسيم الحجازي. البهيم لما بيستفاد من كل حاجه بيبقى العود فيه الخير كله. زي ما انا بقول دايما ايه، بتبقى العلفه شبعانه. فالعود ده لما البهيم بياكله بيشتغل معاه بينضفه. العود ده خشن اهو، بيبقى ناشف وحلو زي كده، بيبقى خشن وحلو، بيسحب في كرش العجل وبطنه، فبينضف وهو ماشي، يوسع الكرش بتاع العجل. موضوع الديدان ده ما بينساه، موضوع الضرب والاسهال والحاجات دي انساها، موضوع ان الكرش بيتسع، ان هو بيسرع عمليه الهضم عند العجل، ما بيركنش حاجات في الكرش. الكرش ده البهيم هو حياته كلها هو الكرش. يعني انت الكرش ده يا جماعه لازم تشتغل عليه بفضل الله. العود ده يساعدك، يعني حاجه بسيطه، او عود فص الجش بالليل في ايام السجعه يشتغل مع الجش اللي انت عارفين الفلاحين كلها عارف، يشتغل معاك 10 على 10 بفضل الله. فعود البرسيم الحجازي ما شاء الله تبارك الله حلو ويساعد معاك وكويس وجميل بفضل الله، ويبقى كويس ما شاء الله تبارك الله يعني. فاللهم صل على سيدنا النبي. لو بهيمك سايبه علفه تحت منها، سايبه شويه برسيم، سايبه شويه تبن تحت، اشتغل معاهم بفص البرسيم هيشتغلوا معاك 10 10. اللي يرجع منك بفضل الله والعود اللي ينزل منك، العود اللي هينزل منك بفضل الله هينزل تحت على التبن البيم هياكله 10 10. دي علفه خشن علفه، ده علفتك عادي ما تزعلكش في اي حاجه بفضل الله عز وجل. بفضل الله ولا يشغلك حقر تبارك الخلاق. اللهم صل على سيدنا النبي. فيعني اللهم صل على سيدنا النبي. اخ من الجزائر جزاه الله خير، وشكرا يا جماعه، شكرا على اخواتي اللي من بره مصر ومن داخل مصر، شكرا على الكلام الكويس اللي بتتكلموه، الف شكر ليكم، جزاكم الله كل خير، وتحياتي ليكم اخوكم حسن الفار. شكرا لدعمكم، تعليقاتكم، كلامكم الكويس، شكرا لكم وجزاكم الله خير. اشترك عندي وتابعني. كل سنه وانتم طيبين. تحياتي ليكم اخوكم حسن الفار. السلام عليكم.